السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي، وحشتوني من آخر فيديو. عاملين ايه؟ أول حاجة نسمي الله نذكر الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بصوا تعالوا في أكلتنا النهاردة بقى. بصوا كده حلوة، السبانخ طبعا نزلت. تعالوا نعمل وصفة سبانخ حلوة كده بقى بطريقة حلوة. بصوا طريقة تدعولي عليها، وشوية رز بشعرية كده، ولحمة بقى، شوربة لحمة. مش عايزة أقول لكم بقى جمال السبانخ بالفريك عاملة ازاي. بصوا تعالوا كده بقى. طبعا كان عندي بقى اللحمه، قلت نطلع بقى كده لحمه عشان نطلع اي زفره فيها او اي دم. لازم كده اغسلها كده، يعني اغسلها كذا غسله كده، وبحط ملح وبحط خل يا حبايبي. تحطي ملح وخل هتطلع منها اي دم فيها. ماشي. بص بقى السبانخ الحلوه الجميله قطعتها وكده، عملتها وغسلتها حلو قوي، وتغسليها كذا مره عشان لو فيها اي حاجه بتنزل منها طين، بتنزل منها اي حاجه. هعملها بطريقه حلوه النهارده. خليكم بقى معايا لحد اخر الفيديو يا حبايبي عشان نشوفوا طريقتنا ايه في السبانخ الجميله دي. بصوا انا كنت بقى، انا هنا بوريكم بحط بصل وورق راوله علشان نعمل بقى شوربه اللحمه كده. بصوا انا ليا طريقه في شوربه اللحمه، بصوا بتبقى جميله جدا. والله يا حبايب قلبي هتعملوها جميله، بتطلع الشوربه بتاعتها حلوه. يعني فيها لون كده. انا بقطع طماطمايه قطع صغيره وحطيها في الشوربه، هتاخدي معاكي احلى بصي شوربه لحمه. انا كنت بسخن الميه بقى كده، وكنت بوريكم اهي السبانخ متقطعه ومغسلاها حلو قوي. حطوا اللايك يا حبايبي على الفيديو ده، يا رب يسعد اي حد ويهني اللي يحط لي اللايك ويعمل لي اشتراك في القناه. بصوا بقطع هنا بقى البصلايه اهي، وطماطميه ورق راوله عشان احط بقى الايه على شوربه اللحمه. نحط بقى الايه اللي على الشوربه كده، اللي هي بصوا بقى الخلطه دي كلها جميله جدا. بتحطيها على اللحمه، بتديها لون حلو قوي. هتشوفوها ازاي بعد ما تستوي، انا هوريها لكم. هتحطوا بقى كده اللحمه بتاعتنا. ايه رايكم النهارده في وصفتنا دي، وصفه السبانخ الجميله؟ انا قلت اي حاجه لازم انزلها لحبايبي عشان يشاركوني. الوصفه بتاعت السبانخ دي جميله جدا، اللي هيجربها يدعي لي وتشوفوها وتقولوا لي في التعليقات مين بيعملها كده زيي. على فكره انا واخده الطريقه دي من شيف كبير قوي في اليوتيوب. من ساعتها انا بعتمد الطريقه بتاعته، جميله جدا. بصوا بحط بقى شويه فلفل اسود كده. معلومه كده على الماشي كده لحبايبي بقى ايه، علشان يدعوا لي دعوه حلوه. انا ما بحطش الملح في الاول للسوا، علشان الملح مش بيخلي اللحمه تستوي يا حبايبي. بحط معلقه سكر، اللي هي معلقه الشاي الصغيره، نصها كده سكر، علشان السكر بيفتفت العروق بتاعت اللحمه وبيسويها. هنا بقى الطماطم بقى انا عصراها حلو قوي عشان الطماطم بتاعت السبانخ. ماشي بوريكم اللحمه بقى، انا كنت حاطه اقل من معلقه السكر فيها. بصوا بقى هنا بقى بنعمل طبعا السبانخ بالايه، بالفريك. بصوا الفريك انا غسلاه، جبته ده 8 كيلو. على الكيلو جبته وغسلته كذا غسله. طلعي منه، بصي ميته نضيفه ازاي. في ناس بتعمل السبانخ بعدس، في ناس بتعمل بفريك، في ناس يعني كذا طريقه، رز فريك عدس. انا بعمله بالفريك، جربت كل الطرق ما لقيتش غير فريك احلى حاجه. بصوا بقى هنا الخضره قطعتها بتاعت الكزبره الخضراء بتاعت السبانخ، وتوم 3 4 فصوص توم كده حلوين، قطعتهم اهو شايفين اهو. بصوا عشان نعمل اللي هي الخلطه بتاعت السبانخ اللي انا هوريها لكم اعملها ازاي. هنحط بقى هنا اهوت ايه، نحط بقى البصلايه مع شويه سمنه وشويه زيت عشان تدبل كده البصلايه مع السمنه والزيت شويه. اهو بصوا تحطيها بقى. حطوا اللايك يا حبايبي، اوعوا تنسوا الفيديو تحطوا عليه لايك. عايزه باذن الله نكبر بيكم واوصل ل2000 بيكم بحبايبي باذن الله. حطوا اللايك عشان الفيديو يترفع يا حبايبي ونعمل مشاهدات. بنلاقي اللايكات اقل من المشاهدات. طب ليه؟ ما المشاهده معاها اللايك، مش هتخسوا حاجه، ايديكم مش هتوجعكم. كل قناه يا رب باذن الله نعلى كلنا ونبقى في احسن حاجه يا رب باذن الله. بصوا انا هنا دوبت هنا البصلايه اهي. بصي بتعمليها مع شويه سمنه وشويه زيت، وتحمريها كده تاخد بس لون بسيط، وتقومي حاطه عليها عصير الطماطم. بصوا بحط بقى عصير الطماطم عشان تاخد التسبيكه بتاعتها، عشان لما نحط السبانخ عليها. بصوا جمال، هتبقى جمال. طبعا انتوا عارفين طبعا ام حنين وزي بتعمل ايه. ام حنين في وصفاتها
على طول في وصفاتي في القناه بعمل ايه؟ بحط المعلقتين الصلصه عشان يدوا لون حلو عموما للطبيخ، اي طبيخ حطي معلقتين صلصه. بصوا هنا كانت بتغلي بقى وجميله ازاي. حطي كده بقى معلقتين الصلصه بتوعك. الله، واو. عايز اقول لكم والله السبانخ لما عملتها ريحتها كانت جايبه لاخر اخر الشقه. للناس اللي تحت كمان الريحه كانت جميله جدا. انا بصوا السبانخ دي مفيده جدا. اكلي ولادك اللي نقص المناعه او كده سبانخ، اديهم سبانخ. السبانخ فيها حديد حلو. اهو بصي بحط كده بعد ما قطعتها، بتقطعيها حلو اهو كده قوي، وبتحطيها بقى حطيها كده. انت تفتكري ان الورق يعني كبير، لا لما يعني هيبقى في التسبيكه هينقص او هيقل هيصغر. حطي بقى الكيلو قطعتيه كده اهو بقى. بصوا حلو ازاي. حطي بقى الفريك بتاعك كمان فوق ايه بقى فوق السبانخ بقى مع الطماطم مع التسبيكه. كانت طالعه واو. انا بعشقها بالفريك. جربت العدس، جربت الرز، مش حلوه زي الفريك على فكره حبايبي. جربيها كده اهوت اهو، وقلبيها حلو قوي قوي كده اهو. خليها تاخد كده يعني غلوه، يعني لحد ما ما تستوي. بصوا انا بعمل ايه بقى. بجيب بقى توم في الهون بتاعك، الهون بتاعي صغنون. جيبي بقى التوم بتاعك، وجيبي بقى الخضره اللي انت قطعتيها بقى وغسلتيها، اللي هي الايه، الكزبره الخضراء. الكزبره الخضراء جيبيها مع التوم. قولوا لي في التعليقات مين بيعمل طريقتي دي. انا بطريقتي دي متعوده عليها بصراحه، وبتاخدي احلى طعم للسبانخ بامانه. بامانه هتدعولي احلى طعم للسبانخ. بتحطي خلطه بتاعتك ملح وفلفل وثوم والكزبره اهو. بصوا هندق كده بقى في الهون بقى كده لحد ما تطلعي معاكي الخلطه دي. الخلطه دي بعملها جميله، وتاخدي نصها في التسبيكه على النار عشان تدي طعم للسبانخ وهي معاها في النار، والنص التاني هتشوف انا بعملها ازاي. بحمرها لحد ما تخرفش، اسمها بتخرفش كده، عارفين زي القلقاس. او بصوا الخلطه بقى عامله ازاي اهي. اهي بصوا بقى الجمال بقى. الله الله. بصي تاخدي كده معلقتين منها او نصها، تحطيها في التسبيكه بقى وهي ايه، وهي على النار. نفس القلقاس لما بتاخدي السلق. بصوا جميل بقى، جميله ازاي سبانخ. نفس فكره السلق لما بتحطيه على النار وبتحطيه فوق الاكل وبيعمل تش كده، عارفين اهو بالظبط كده. يلا يا حبايبي بقى حطوا اللايك، وحطوا اللي ما شافش القناه لسه او شافها بالصدفه يعمل ايه، اشتراك في القناه. بصوا بقى، بصوا جمال السبانخ عامله ازاي. انا بصي مش هتكلم، انا والله ما هتكلم. انا هسيب لكم انتوا كلام في التعليقات، تقولوا لي في التعليقات. شايفين الجمال. تحفه تحفه تحفه. بعشقها السبانخ، بعشقها كلها غذاء وحديد. اهو بسيب بقى الخلطه اللي باقيه دي بحطها. شوف هعملها ازاي. بصوا بقى بوريكم شوربه اللحمه زي ما قلت لكم بتدي لون حلو ازاي. بص الطماطم لما قطعتيها مع اللحمه عطت لون حلو وجميله جدا. بصوا لونها عامل ازاي. جميله 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 والله. تعالوا كلوا بألف هنا. بقول لكم حطوا اللايك، اوعوا تنسوا اللايك يا حبايبي. واو على السبانخ. لسه لما تتسبك كمان اكتر هتشوفوها بعد ما هتخلص بقى وتطفي كده عليها. هوريكم عامله ازاي، ولا طعمها ولا لونها. الله. بصوا كده بقى نسيبها بقى كده تغلي وتاخد غلوتها. تعالوا بقى ناخد بقى الخلطه دي نحطها بقى ايه بقى بشويه سمنه وشويه زيت. بصوا بوريكم هنا لما اخدت بقى لسه بقى بتبدا في السوا. بصوا جميله ازاي. الفريك على فكره بيستوي معاها جميله. بصوا الخلطه سايباها علشان احطها بقى ايه مع شويه سمنه وشويه زيت يا حبايبي. بصوا اهو. هنعمل بقى كمان بوريكم بعمل رز بشعريه كده جنب السبانخ. حاطه بقى الميه المغليه بتاعت الرز اهي. عملت 3 كوبايات رز على 3 كوبايات ميه وبغليهم. طبعا بتحطي السمنه وبتحطي الزيت بتوعك، وتحطي الشعريه بتخليها تتشوح مع السمنه والزيت لحد ما تاخد معاكي لون ذهبي كده. طبعا الرز، طبعا الشعريه، طبعا كلكم عارفينه، مش هتبقوا يعني كلكم شاطرين، صح كلكم شاطرين. دوي بقى كده بقى شويه الزيت مع السمنه على شويه الشعريه بقى الحلوين كده. هتاخدي احلى رز مفلفل بالشعريه. احلى رز مفلفل بالشعريه. بصوا هنا كانت الشوربه، هنا كانت ايه لسه كانت خلاص على وشك يعني تستوي خلاص. قلبي بقى كده شويه الشعريه بالسمنه بالزيت حلو قوي.
لكل بنوته لسه بقى يعني داخله على جواز، شوفوا الفيديو دي بقى وادعوا لي بقى. اهو بصوا خدت لون ازاي، لون ذهبي. حطي بقى الرز بتاعك بعد ما غسلتيه حلو. عايزه اقول لكم طبعا الرز وصل ل 16 و17. بس في الهايبرات على فكره حبايبي عاملين عروض. روحوا، انا جبته بعروض حلوه، او ب 14 ونص او 15. ربنا بجد يعني يرحم الناس اللي عندها 3 و4 ولاد، يا رب يا رب. بصوا بحط بقى الميه هنا المغليه بعد ما ده حطيت الرز. حطي سخنه على سخنه هتاخدي احلى رز مفلفل. حطي بقى ملحك ووطي النار على قد ما تقدري، وطي النار عشان ما يعني ما يشدش منك، او يعني يطرى، او ما يعني مش بيبقى مفلفل ماشي. تحطي بقى كده الملح بتاعك اهو، وقلبي كده كويس اهو. بصوا يا حبيبي ازاي. طبعا توطي النار برضو عليه. انا كده كنت بوطي النار عليه، يعني اول ما تحسي ان هو اتشرب وطي النار. بصوا بقى، الله 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 الله، يا جماله يا حركاته يا تكاته. ايه الجمال ده يا ام حنين وزياد، ايه ده الجمال ده. عايزاكم تقولوا لي في التعليقات بقى إيه فيكم، مين فيكم بيعمل طريقه السبانخ الجميله دي. هنا بقى انا بعمل نص الخلطه اللي انا وريته لكم بعد ما حطيت نص الاولاني في الايه في التسبيكه. باخد اهو النص التاني. بصوا هنا بقى اهي كده خلاص قربت هنا بقى تخلص اهي. قرب ما تخلص بتقومي عامله بقى نص الخلطه التاني في شويه سمنه وشويه زيت. تقلبي لحد كده ما تديكي يعني ايه، تخرفش معاكي. عارفين الخرفشه؟ تبقى لونها غامق كده ويخرفش معاكي ايه بالظبط كده. تدي لون حلو للسبانخ اولا، ثانيا بتديها طعم جميل قوي قوي قوي. انا الطريقه دي متعوده عليها على فكره، بعملها على طول وبتاخدي احلى طعم. حطوا اللايك بقى على الفيديو، بقول لكم حطوا اللايك يلا. يا رب يسعد ويهني اي حد يشوف القناه لاول مره تشترك في القناه. هتلاقي احلى الاكلات المصريه واحلى الوصفات واحلى حلويات وكل حاجه. بصوا بقى اهو، بصوا الخرفشه اللي بقول لكم عليها، بصوا بقت لونها عامل ازاي اهو. تاخدي اللون دوت لحد ما تلاقيه عمل اللون ده بالظبط اهو. بصوا اللون، بص بقى حلو ازاي، جميله. طبعا حطيت ملح طبعا، فيه شويه ملح صغيرين وشويه فلفل، والثوم كمان احمر عطى لون ذهبي. على قد ما تقدري خلي لونها تغمق شويه. طبعا هنا كان خلاص بقى، هنا بقى بتستوي اهي. هحط بقى ايه، هتعمل بصوا ما اقولكوش كانت بقى في اللحظه دي واو، كانت قلب الريحه على فكره، قلب ريحه المكان. مش عايزه اقول لكم كانت الريحه عامله ازاي، والله ما اقول شهيد. بصوا الجمال بقى اهي، بصوا الجمال. طبعا انا الحبه دول مش هسيبهم طبعا، لا تسيبيهم، لا ازاي، ما تسيبيش اللي في الطاسه خالص. اي حاجه وتعمل ما تسيبهاش. احط بقى شويه السبانخ بقى كده عليها. واو بقى الريحه بقى كويسه اللحظه دي، عشان ياخد بقيه اللي في الطاسه كده هو. وتحطيها بقى ايه بقى، تقومي قلبها تاني في الحله اهو. الله على جمال السبانخ، ولا لونها ولا ريحتها، مش عايزه اقول لكم والله، مش عايزه اقول لكم كانت الريحه عامله ازاي ولا طعمها. يلا كل واحده تتشجع وتنزل تجيب السبانخ وتعملها بالطريقه. بوريكم المفريك ان استوى، بصوا بقى حلو فيها ازاي. كل واحده فيكم تتشجع وتنزل تجيب السبانخ، اكله كلها حديد. حطوا اللايك، اوعى تنسوا اللايك يا حبايبي، اوعى تنسوا اللايك على الفيديو. بصوا جمالها بقى، بصوا بصوا، انا كنت بقرب لكم هنا عشان اوريكم جمال السبانخ ولا لونها. قولوا لي في التعليقات، منتظره يعني رايكم في التعليقات. كان الرز هنا بقى كان خلاص اهو بيتشرب. بقلبه برضو، تقلبيه من فوق الوش مش قوي، عشان يعني جيبي اللي تحت فوق واللي فوق تحت، عشان لما استواش تقلبيه وتجيبي اللي تحت فوق اهو كده. وبرضو موطيه كده عليه النار، كنت موطيه كده على النار. كان الغدا ده كان زي العسل. اتفضلوا كلكم. بصوا هنا اهو، بص اللحمه هنا بقى كانت خلاص ايه خلاص استوت يعني. بصوا جمال اللحمه، مش عايزه اقول لكم جميله ازاي. انا باخد يعني كام قطعه من اللحمه بحطها على فكره مع الطبيخ. بصوا جمال السبانخ، الله الله يا ام حنين، الله ايه الحلاوه دي. بصوا بقى الجمال. بصوا هنا بقى خلاص بقى، خلاص هنا خلصت بقى خلاص السبانخ اهي، وخلصنا الاكل.
وخلاص بدأنا ان احنا بقى خلاص كده وقت الغدا خلاص أزف خلاص. هنحط بقى كده نغرف ونحط كده على السفرة بقى. كنت بوريكم بقى السبانخ اهي. انا بحط كام قطعة لحمة بحطها مع الطبيخ، عشان في اللي بيحب اللحم مع الطبيخ وفي اللي بيحب اللحم مع الشوربة كده او كده. اغرفي بقى السبانخ بقى بتاعتك الجميلة اهي كده اهوت، والرز بالشعرية. بصوا الشوربة بقى عاملة ازاي، زي ما قلت لكم هوريكم لونها. او بصوا لونها مع الطماطم جميلة اهو. قلت لكم بصوا انا هحط كام حتة لحمة مع الطبيخ. بحط كده كام حتة يعني بتبقى مع الاكل. انا عن نفسي بحب اللحم في الطبيخ، بتاخد من الطعم، بتبقى جميلة جدا. طبعا بتصفي منها شوربة وتحطيها بقى على الطبيخ، على السبانخ، وتقلبيها كده اهو مع بعض. الله جميلة والله. كانت طالعة مسكرة يا حبايبي وزي العسل، مسكرة وزي العسل. هنحط كده على السفرة اهو. هنروح يلا بينا بقى نحط كده على السفرة. بص حطيت بقى بتفضلوا معانا. الله الله على الأكلة دي جميلة جدا، كلها غذاء وفيتامين وحديد. يلا حبايبي، عايزة اشتراك اللي يشوف القناة لأول مرة. على قد ما احنا بنتعب وبنبذل مجهود في الفيديوهات وتستفيدوا وتقولوا لنا دعوة حلوة، على قد يعني نفسنا كده نوصل بإذن الله بإذن الله بحبايبي. والله يشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. منتظركم تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة. حطوا اللايك، اوعوا تنسوا اللايك. احلى سبانخ دي ولا ايه؟ وشويه رز بشعريه بقى مش عايزه اقول لكم، وشويه لحمه جمال. حطوا اللايك واعملوا اشتراك واوعوا تنسوا، عشان اكبر كده بيكم واكبر بعيلتي اكتر واكتر يا حبايبي. كانوا طعمين زي العسل والله، شويه سبانخ كانوا زي العسل. يلا منك ليه هتشجعي، انزلي السوق يلا بسرعه وهاتوا يلا السبانخ. هاتوا السبانخ واعملوها بالطريقه دي. يلا حبايبي اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.